أختي، أنا عطشانة جدا. تحملي قليلا بعد. سنشرب الماء قريبا جدا. بقرة حلوب، هذا رائع. البقرة الحلوب تعني أن هناك حليبا لنشربه. لين باي، هل جننت؟ إنها ليست بقرة. يبدو أننا سنموت من الجوع. تنهيدت حسنا. الموت على كوكب فضائي يجعلني أول شخص في تاريخ الأرض يفعل ذلك، أليس كذلك؟ كله بسببك. لولا أنك قلت إننا رسبنا في الاختبار البدني لما انتهى بنا المطاف هنا. لم تستطيعوا حتى اجتياز الاختبار البدني. اذهبوا للركض فورا. لين باي، راقبهم جيدا. لقد ركضتم 200 متر فقط. لا أستطيع الركض أكثر من ذلك، لن أركض. ما هذا؟ لا. أيتها الغبية همف، من تظنين نفسك؟ هل تعتقدين أنك لا تزالين تلك الفتاة الغنية المدللة؟ أو نجمة الجامعة التي يعشقها الجميع؟ أنت الآن مثلي تماما، مجرد حشرة بائسة توشك على الموت جوعا. بوابة انتقال، لقد نجونا. أيها العبقري، انتظرني. تم الربط بنجاح. تم تفعيل صلاحية السفر عبر الزمن والفضاء. تحديد الوجهة، الأرض. الرمز تي شرطة 773. تحذير طاقة بوابة الانتقال الحالية منخفضة. مدة البقاء المسموحة هذه المرة هي 3 دقائق فقط. 3 دقائق فقط؟ هذا يعني أن لدي 3 دقائق فقط لجمع المؤن. هل أنا ألترامان أو ما شابه؟ مهلا، أليس هذا منزل سولي؟ يبدو أنني في الطابق الثالث والمطبخ في الطابق الأول. يجب أن أسرع أسرع أسرع، وإلا فإن العودة تعني الموت حتما. اللعنة، لقد انتهى أمري. لقد أصبحت المطلوب الأول للعدالة الآن. لين باي، مهلا، أنا لست لين باي. أين ابنتاي؟ أين شياو لين وشياو يانغ؟ إلى أين أخذتهما؟ أجبني. يا جماعة، أنا لم أختطفهما. لين باي، افتح الباب. قلت لكم أنا لم أختطفهما أبدا. خذ كل المال الذي تريده، سأعطيك إياه. أتوسل إليك، أعد لي بناتي. أهدئي يا زوجتي. يا لين باي، الشرطة تقف بالباب. سيقتحمون المكان الآن. فقط أعدهما إلي، وسأعتبر أن كل هذا لم يحدث أبدا. لهذا أقول لكم أنا لم أختطفهما. لقد انتقلنا إلى كوكب فضائي آخر، ولا يوجد أي طعام هناك. لقد عدت خصيصا لإحضار المؤن وإنقاذهما. لن تتمكنا من البقاء على قيد الحياة إلا إذا أحضرت لهما الطعام. يا ابنتي، هل تم اختطافك أنت أيضا؟ هل الخاطف هو من أجبرك على قول هذا؟ لذلك انتظروني حتى أعود بهما. الشرطة، افتح الباب. كيف يعقل هذا؟ لقد اختفى هكذا ببساطة. أمنوا مسرح الجريمة واستدعوا قسم التكنولوجيا. أيها الضابط، أرجوكم، يجب عليكم إنقاذهما. أيها المفتش، لقد رصدنا تقلبات كهرومغناطيسية. لقد انتقل بالفعل عبر الرنين الكهرومغناطيسي. سيدي، لقد أكد القسم التقني للتو إنها تكنولوجيا حديثة كليا. ما الذي يجب علينا فعله الآن؟ يجب علينا حمايته بأي ثمن.
وسنوجه كافة الموارد المتاحة لخدمته، فهو المفتاح لنهضتنا وتطورنا. أعلم سيدي. آها، لقد نجحت. لقد عدت. أخي لين باي، هل يمكنك أن تعطينا القليل لنشرب؟ نادوني ببابا وسأعطيكم ما تشربونه. لين باي، هل يجب عليك حقا أن تفعل هذا؟ دعونا نضع قاعدة هنا. من تناديني بذلك أولا ستحصل على هذا الماء. حسنا، بما أنكما لا تريدان الشرب فسأشربه كله بنفسي. مهلا. يا بابا لين باي، بابا أنت الأفضل. أرجوك أعطي ياو ياو رشفة واحدة فقط. سو ياو، أين كرامتك؟ الكرامة لا تشرب بدل الماء. خذيها، هذه مكافأة للتلميذة المطيعة. شكرا يا بابا لين باي. من الأفضل أن تناديني أخي، تلك الكلمة لا تليق. وأنت فقط قوليها مرة واحدة وستكون هذه الشوكولاتة لك في أحلامك. تشهو. أختي، كلي بسرعة، هذا ما أوقع. لقد تركت لك بعض الماء أيضا. كيف يمكن أن يوقع الطعام هكذا صدفة؟ حالة البوابة، الشحن 0.1%. وقت اكتمال الشحن 72 ساعة. النظام شحن طبيعي، يتم تجميع دقيقة واحدة كل 24 ساعة. بمجرد اكتمال دقيقة واحدة يمكن فتح البوابة. برنامج النقل العشوائي، دقيقة واحدة للعودة إلى الأرض كل يوم. وإذا لم أكن في عجلة من أمري بالاختباء هنا لنصف شهر يمكنني جمع أكثر من 10 دقائق، وأكثر من 10 دقائق تكفي لفعل الكثير من الأشياء. هذه الشوكولاتة التي اشتريتها الأسبوع الماضي Combined as Tomation. لقد عدت للتو من منزلي، أليس كذلك؟ أجل، لقد نقلتني البوابة إلى منزلك قبل قليل. إذا يمكنك أن تأخذني معك للعودة، صحيح؟ تريدين العودة؟ يبدو أنك لست غبية كما ظننت. دعيني أخبرك بالحقيقة، هذه البوابة لا تجمع سوى دقيقة واحدة فقط كل يوم للعودة إلى الأرض. هل فهمتِ؟ حتى لو أعدتك لن تتمكني من البقاء هناك لأكثر من دقيقة واحدة. فهمت؟ بما أنك فهمتِ، كوني عاقلة واذهبي لترتاحي هناك، ولا ترهقي عقلك بأشياء لا طائل منها. ما إذا كنا سنعيش حتى الغد في هذا المكان؟ هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن تفكروا فيه. لدينا الآن صندوق واحد من الماء وبعض لحم البقر والمعلبات بالإضافة إلى الشوكولاتة. هذا يكفي لنصمد لفترة من الزمن. ولدينا أيضا سلاحان، من يعمل هو من يأكل، اللي ما يشتغل راح يموت من الجوع. في أي اعتراض؟ أنا سويا والغبية، ما عندي أي اعتراض، بدعمك مية بالمية. حلو، تعجبني هذه الروح. هذا راتبكم مقدما، سدوا جوعكم فيه أول. انتوا الثنتين تعالوا لهون أول وغلفوا هالأغراض منيح. في نايلون تغليف جوا الشنطة. أوه، من زمان كثير ما ذقت طعم اللحم. أخوي، إحنا خلصنا ترتيب. حلو، شغلكم ممتاز، وهذا غداكم انتوا الثنتين. شكرا، بس كيف ناوي الترديلي الجميل؟ راح أهب نفسي وحياتي. هذا العالم مرعب أكثر بكثير من اللي تخيلته. لازم نستكشف المكان حبة حبة لحتى نقدر نلاقي مخرج. خلونا نعمل اجتماع.
همم قبل ما ننتقل لهالعالم كان معي تليفوني، وهلأ رح نصور فيديو ونشرح فيه كل اللي صار معنا من البداية للنهاية عشان أثبت براءتي وإني مش مجرم ولا خاطف. وبهيك المرة الجاية اللي برجع فيها ما رح أضطر أضيع وقتي بالشرح. فهمت عليك؟ بدك توضح سوء التفاهم صح؟ أنا فاهمة. ماما أنا ياو إيه، لا تبكي لا تبكي، البطارية رح تخلص، احكي الزبدة. أخوي لين باي كثير منيح معنا رغم إنه حابسنا بهالمكان المظلم والمخيف، وصار له كم يوم مانعنا نطلع لبرا. شو قصدك إني حابسكم بالكهف؟ ما هو عشان في وحوش برا وما بنقدر نطلع؟ خليني أنا أحكي أحسن. مرحبا للجميع، أنا لين باي. أول شيء حابب أوضحها، أنا مش مجرم ولا خاطف. إحنا حاليا على كوكب فضائي، وبكرر كلامي مرة ثانية، كوكب فضائي، وسولي وأختها لساتهم عايشين وبصحة ممتازة كمان، ورح أعمل كل اللي بقدر عليه عشان أحميهم. وكمان عندنا بوابة زمنية، هالبوابة بتحتاج حوالي 72 ساعة عشان تنشحن، وفي كل مرة بقدر أرجع للأرض لمدة 3 دقايق بس. المرة الجاية رح أترك هالتلفون هناك عشان تشوفوا الفيديو. أرجوكم لازم تصدقوني، لو يقدروا العلماء يفكوا شفرة هالبوابة يمكن يلاقوا شيء تكنولوجيا خيالية، ويا ريت لو يقدروا يبعثوا لنا شوية أسلحة ومعدات بيكون شيء رهيب. المهم هيدا هو الوضع. بعد هالتسجيل أكيد رح يصدقونا. يلا خلينا ننام. قربي راسك لهون خليني أغسله، الجو رح يكون بارد شوي بالليل. طيب فكرة حلوة. لا تفهميني غلط، أنا بس فكرت إنه هيك رح نتدفى أكتر. تأخر الوقت. محتاجة أروح الحمام، فيك تيجي معي شوي؟ خلي سوياو تروح معك، هي نايمة في سابع نومة. أرجوك مش قادرة أتحمل أكتر من هيك. طيب أمري لله، امشي، أنا رح أوقف هون، خلصي بسرعة. شكرا، بس لا يروح فكرك لبعيد، أنا بس عملت هيك عشان أحافظ على نظافة الكهف مش أكتر. يا بنت يا مكابرة، المرة الجاية لما تطلعي ديري بالك على حالك عشان ما يخطفك شي وحش. ما خصك، نام يلا. كنت عم أقول لحالي ليش مش قادر أتحرك أبدا، أتاريكم أنتوا التنتين كبستوا علي لدرجة حسيت حالي رح أنعصر. فكيعاني بسرعة وقومي من التخت. هي أنت واحد قليل أدب. أنا بس كنت عم حاول أصحيكي. همم شو صاير؟ معقول نسيتي؟ لام باك، ما توقعتك تكون حقير وتستغل ضعفنا. يا بنت الحلال والله ما عملت شيء. تصدقي أو ما تصدقي هيدا بيرجع لك، وإذا مش مصدقتيني روحي اتصلي بالشرطة تيجي تلمني. صرخي بأعلى صوتك ليفقع حلقك، ورجيني إذا حدا رح يرد عليكي هون. بهاليومين لازم نتدرب ونقوي لياقتنا البدنية عشان يصير عنا حيل نقدر نشيل فيه المؤن والمعدات. مفهوم. ما for tankster after جاي أباي ما for takes. كملوا، شو القصة؟ تعبتوا من كم تمرين بس؟ اعملوا 20 مرة كمان. رح نموت من التعب. خلينا نشرب شوية مي ونرتاح كم دقيقة. ترجاك يا أخ لام باك، وأنا كمان بدي أشرب مي. أداء ممتاز في تدريب اليوم. خذوا قسطا من الراحة وناموا باكرا. غدا سنتمكن أخيرا من استخدام بوابة الانتقال. مرحى، أخيرا وقت الراحة. استيقظوا بسرعة، استعدوا للانتقال. بصراحة لست متأكدا إن كنت أستطيع آخذكم معي للعودة. نظام البوابة لم يقل أن هذا مسموح، ولكنه أيضا لم يقل أنه ممنوع. مهما حدث ومهما شعرتم به، إياكم أن تفلتوا يدي. هيا بنا. تحذير: حمولة الانتقال زائدة عن الحد الأقصى. إجمالي الكتلة والمواد المرافقة في الرحلة الواحدة يجب ألا تتجاوز وزن المستخدم المرتبط بالبوابة. تبا، من أين ظهرت هذه القاعدة السخيفة؟ لو كنت أعلم لزدت من وزني. لحظة، أين ياو؟ أختي لقد رحلت، والأخ لين باي رحلا أيضا. تركوني وحدي هنا، لم يأخذوني معهم. لا تقلقي، سنعود إليها فورا.
اتصلي بوالدتك وطمئنيها علينا وأخبريها أننا بحاجة لفرق إنقاذ. حسناً؟ اتصلوا بالشرطة. هناك عملية سطو. يسرقون ماذا؟ يسرقون ببذوري. توقفوا أيها اللصوص. أين أنت؟ أمي، أنا سولي. نحن بأمان تام. سأترك هذا الهاتف في متجر للبذور. تتبعي الإشارة للوصول إلى هنا، وبمجرد أن تجدي الهاتف ستفهمين كل شيء. سأغلق الخط الآن. ليس لدينا وقت. تعالي إلى هنا لنقيس الوزن. عمل ممتاز. استعدي للمغادرة. أين اختفت؟ سويو. شياو ياو، لا تخافي. نحن أخي لين باي. لقد عدت أخيرا. ظننت أنكم تخليتم عني وتركتوني وحدي. لا تبكي يا صغيرة. ألم نعد إليك الآن؟ لقد جلبنا معنا هذه المرة الكثير من البذور والمبيدات الزراعية والأدوية. هذه الأشياء هي مفتاح بقائنا على قيد الحياة هنا. سأخرج الآن لاستكشاف المكان، فبدون مصدر للمياه لن نتمكن من زراعة أي شيء. أرجوك احذر وانتبه على نفسك جيدا. اطمئنوا، سأتفقد الوضع بالقرب من هنا ولن أبتعد لأرى إن كنت سأجد أي مصدر للمياه. لن أبتعد كثيرا، أنا ذاهب. هذه خطوة صغيرة بالنسبة لي، لكنها قفزة عملاقة للبشرية. مهلا، أليس هذا شكل نبات الجينسينغ؟ هل يعقل أن تكون هذه نسخة عملاقة منه؟ يا إلهي، لو كان هذا جينسينغ حقا فمن المؤكد أن عمره يتجاوز 10,000 سنة. ربما تحول إلى وحش أسطوري. اللعنة، لقد أصبح وحشا حقيقيا. سحقا لهذا، كيف سأقاتل هذا الشيء؟ من أين بحق السماء ظهر هذا الديناصور؟ توقف عن ملاحقتي أيها اللعين. أسرع يا لين باي. احذر يا أخي لين باي. ماذا سنفعل يا أخي لين باي؟ الشوش ابقيا هادئتين الآن. بما أنك ترفض الرحيل فلا تلمني على ما سأفعله بك. سأذيقك طعم بعض الهدايا الخاصة من كوكب الأرض. هل نفع ذلك؟ بدأ مفعول السلاح. هل مات؟ سنموت. هيا بنا، تراجعوا للخلف بسرعة. لا تخافا، حجمه ضخم جدا ولن يتمكن من الدخول. يجب أن نصمد. لقد توقف. هل استسلم؟ يبدو أنه فقد اهتمامه بنا. يبدو أن هذا الكهف متين للغاية بالفعل. ادخل إن كنت تملك الشجاعة. رائع، لقد رحل بالفعل. اللعنة، لقد عاد ليهاجمنا بغتة. تبا، إنه يحاول تحطيم الكهف بأسنانه. لا يمكننا البقاء على هذا الحال. إنه على وشك الدخول. كم يتبقى من الوقت لتفعيل البوابة؟ هل اكتمل شحنها؟ إنها أملنا الوحيد الآن.
لن آخذكما معي في هذه الرحلة، لأنني سأحتاج إلى إحضار كميات هائلة من الإمدادات وحتى بعض الأسلحة الثقيلة. لو اصطحبتكما معي فلن يتبقى لي مجال لحمل كل تلك المعدات. سأسبقكم أنا، ابقوا أنتم في الخلف. هذه ليست الصين. يا إلهي، إنها أمريكا. تبا كيف تمكنوا من إطلاق إنذار لهذا؟ أنا هنا في جولة تسوق مجانية، لا تثيروا غضبي. أنا في عجلة من أمري الآن. بحق الجحيم، هذا الفتى هبط من السماء للتو. ألا يوجد أي متجر للأسلحة أو ما شابه في هذا الجوار؟ بالتأكيد يوجد واحد هنا. كلنا زملاء في نفس المهنة. ابحثوا عن أغراضكم ولا شأن لكم بي. من الوغد الذي هاجمني خلسة، هل انطلقت الرصاصة بالخطأ؟ لا يهم، سأسرع في البحث عن الأغراض. العبوا أنتم بعيدا عني، لا تنظروا إلي. أنا مجرد فأر خفي يتسلل في الظلام. لا توجد أسلحة فقط هنا، بل يوجد الكثير من الطعام أيضا. يجب أن أجمع أكبر قدر ممكن بسرعة. أختي، ماذا نفعل الآن؟ إنه على وشك الوصول إلينا. لا خيار أمامنا، فلنركض إلى الداخل. سنموت عاجلا أم آجلا على أي حال. لقد دخل مرة أخرى يا أختي. مت أيها الوحش اللعين. هذا بالضبط ما كنت أنتظره. تقدم مرة أخرى أيها الوحش. لا يعقل أنه لم يمت بعد، أليس كذلك؟ سأحرص على أن تموت تماما هذه المرة. أخي لين باي، كل شيء بخير الآن. لقد تخلصنا من هذا الخطر الآن، وقد أصبح لدينا أسلحة نارية. يمكننا أن نفرض سيطرتنا بالكامل في هذا العالم البدائي. ها من حسن حظي أن البوابة نقلتني إلى أمريكا هذه المرة، مما سمح لي بالحصول على غنائم مجانية من العيار الثقيل. ملابس جديدة؟ هيا أسرعنا بتغيير ملابسك. يوجد هنا أحذية وسراويل أيضا. ما كل هذه الضجة؟ ذوقي ليس سيئا على الإطلاق. أخي لين باي، يبدو أن يانغ جائعة. حسنا، لنتناول الطعام إذن. سنأكل طعاما لذيذا جدا اليوم. لنضع لحم اللانشون بالداخل، ولنضيف الخضروات المجففة أيضا. حط معلبات اللحم البقري جوا. يا سلام على الريحة، بتجنن. بس شكلنا ما عندناش غير معلقة واحدة. ما فيش حل غير إننا ناكل بالدور. يبقى أنا هبدأ الأول. الريحة بجد خرافية. مهارتي في الطبخ دي ما تتوصفش. اتفضلي يا آنسة. مع إننا بسنا بعض على الخد مرة قبل كده، بس دي تعتبر بوسة غير مباشرة على الشفايف، صح؟ شبعت كلنا، شبعنا على الآخر. دي أطعم أكلة أكلتها في حياتي كلها، وأنا كمان. يبقى لازم نشد حيلنا عشان ناكل أكل حلو زي ده كل يوم. التي ريكس حجمه ضخم جدا، وأكيد مليان لحمة كتير. أنا عايز أروح أقطع اللحمة دي. يا لين باي، خلينا نطلع بكرة نجيب اللحمة. الوضع خطر جدا دلوقتي. إيه الحنية اللي نزلت عليكي فجأة دي؟ خلاص، هسمع كلامك. هنروح بكرة. خلينا ننام دلوقتي، وبكرة ورانا كومة الشغل لازم نخلصها. الصح بقى، الشمس طلعت وضربت في وشنا. يا عيال، جهزوا نفسكم ولموا حاجتكم.
النهاردة هدفنا حاجة واحدة بس، نقطع اللحمة ونعلقها عشان تتدخن وتنشف. البتاع ده لازم نملاه كله باللحمة المجففة بتاعتنا. مش ده تيروداكتيل؟ شكل الكوكب ده عبارة عن عالم ديناصورات من عصور ما قبل التاريخ. بسرعة، سواء كانت ديناصورات أو وحوش، قبل ما الكبار بتوعهم يوصلوا لازم نخطف اللحمة ونرجع بسرعة، ناخد على قد ما نقدر. يا ساتر، دي ناشفة حجر. الأسنان دي جت منين؟ معقولة يكون في وحوش امبارح اتخانقوا هنا وأسنانهم اتكسرت؟ يا نهار أبيض، دي معدات أسطورية، دي بتخترق الدروع لوحدها. تعالوا هنا، اتحركوا وانقلوها، وأنا هتصرف مع الجثة دي. يا ساتر، دي ناشفة حجر. الأسنان دي جت منين؟ معقولة يكون في وحوش امبارح اتخانقوا هنا وأسنانهم اتكسرت؟ يا إلهي، هذا عتاد أسطوري وفيه خاصية اختراق الدروع. تعالين إلى هنا للتحرك قليلا، سأتولى أنا أمر هذه الجثة. أخيرا انتهى كل شيء. لم أشعر قط بكل هذا الإنجاز من قبل. أريد عناقا يا أخي لين باي. لين باي، أنت ملطخ بالدماء كلها من تلك الجثة. دعني أخلع لك ملابسك، لا تتحرك، سأساعدك في مسحها. وأنا سأساعد أيضا. لقد بذلت جهدا كبيرا اليوم يا أخي لين باي. حسنا، لقد أصبح نظيفا تماما. دعونا نرتاح الآن. لقد كان اليوم متعبا للغاية. يبدو أن هذه الحياة ليست سيئة على الإطلاق. بعد أسبوع واحد، إرادة الكوكب ستبدأ هجوما شاملا ضد المضيف. يرجى من المضيف الاستعداد جيدا. هجوم شامل في كل الاتجاهات. هل يعقل أن هذا بسبب قتلي لديناصور تيركس واحد؟ هل أثار ذلك غضب الكوكب بأسره من أجل البقاء على قيد الحياة؟ يبدو أنه لا خيار أمامي سوى استكشاف الأعماق. لقد كان يوم أمس متعبا بحق. سأدعهن ينمن لفترة أطول قليلا. لم أجرؤ أبدا على الدخول إلى أعماق هذا الكهف من قبل، لكن الآن بعد أن امتلكت كل العتاد اللازم سأتقدم قليلا لأرى ما بداخله. ما هذا الصوت؟ تبا، هذا الشيء أكبر من رأسي. لا عجب أنها لا تخرج أبدا. يبدو أنها تخاف من الضوء. أوه، هناك تيار مائي هنا أيضا. هذا الماء ساخن. إنه ينبوع حار. أخيرا وجدت مكانا للاستحمام. لقد استكشفت ما يكفي. سأتوقف هنا. حان وقت العودة. سأستكشف الباقي في المرة القادمة. يجب أن أخبرهن بهذا الخبر السعيد. أخي لين باي، ظننت أن وحشا قد اختطفك. لقد ذهبت فقط لاستكشاف ما بالداخل قليلا. اهدئي ولا تبكي بعد الآن. عندي لكم خبر عظيم. تحت هذا الكهف يوجد نهر جوفي من الينابيع الحارة. من الآن فصاعدا يمكننا الاستحمام متى ما أردنا وكيف ما أردنا. أخيرا سنتمكن من الاستحمام. نعم، خذوا راحتكم على الآخر. يا أخي، خذني لأستحم بسرعة. ما كل هذه العجلة يا أنستي؟ النهر لن يهرب إلى أي مكان. إذا لم نتخلص من كومة اللحم المتعفن بالخارج، فبعد يومين فقط ستنتشر البكتيريا والأوبئة وتقضي علينا جميعا في ضربة واحدة. لذا نويت إشعال النار وحرق الجبل. سترتفع الحرارة عند مدخل الكهف بشكل كبير. أولا، علينا نقل هذه البذور الثمينة وعبوات المياه والذخيرة والأدوية الحساسة للحرارة بالكامل إلى منطقة النهر الجوفي. ثانيا، سنستغل الحرارة الشديدة لهذه النيران في تدخين وتجفيف اللحوم. علاوة على ذلك، كهف النهر الجوفي يتمتع بتهوية ممتازة، فلا داعي للقلق من أن تسحب النيران كل الهواء من حولنا. أخي لين باي، أنت حقا تفكر في كل التفاصيل ببراعة. أيتها الشقية، هيا اذهبي للعمل. نعم، بالضبط هكذا.
استسلموا جميعا لجاذبيتي وذكائي الخارق. لنبدأ العمل. أحسنتم عملا يا صغار. اجمعوا الأغراض، هيا بنا ننطلق. احذروا، لم أتوقع أن تكون هذه الحقيبة ثقيلة إلى هذا الحد، لكن لا يمكننا ترك أي شيء خلفنا هنا، فكل هذه الأشياء ضرورية لإنقاذ حياتنا. تحملوا قليلا بعد، سنصل إلى منزلنا الجديد في أي لحظة. مرحبا بكم في منزلنا الجديد. يا إلهي، إنها حقا مياه ساخنة. أخيرا سنستحم اليوم. لا يوجد أي خطر هنا. يمكنكنا الاستحمام أولا. وما زلتن تطلبن مني أن أدير ظهري. هذه إهانة لشخصيتي النبيلة. يا أختي، هل تظنين أنه يسترق النظر إلينا؟ لا أظن ذلك. أخي لين باي أيها الشرير، هل تتلصص علي؟ همف لين باي، أدر ظهرك فورا. لم أقصد ذلك. أنا فقط رأيتكم صدفة وبدوتن في قمة الاستمتاع. ومن سمح لكن بالالتفاف هكذا؟ هل نظفتن أنفسكن جيدا؟ ما رأيكن أن أنزل لأغسلكن مرة أخرى بنفسي؟ أيها المنحرف، لقد انتهينا من الاستعداد الآن، فلنستعد للذهاب إلى مدخل الكهف لحرق الجثث. ألن يتسبب هذا في حرق الكثير من الحيوانات البريئة وتلك الأشجار الضخمة في الخارج أيضا؟ البقاء على قيد الحياة هو هدفنا الأهم. أنا أيضا أفعل كل هذا لنبقى أحياء. أعتقد أننا في أمان هكذا. اللعنة، هل هذه هي وحوش الجينسينغ السحرية؟ أسرعوا بالدخول، احذروا من أن تحترقوا بالنيران. تراجعنا إلى الخلف، سأعود فورا. هذا صحيح، مكاني هنا هو الأكثر أمانا. أركضن جميعا إلى هنا. أجل، هكذا بالضبط. لن تتمكن من الهرب الآن حتى لو نبتت لك أجنحة. هذا خطأي، لا ترعبوهم هكذا. سنرى إلى أين يمكنك الهرب. أتلعب معي لعبة الغميضة؟ هل هذا هو وحش الجينسينغ حقا؟ أوه، إنه واحد جديد. لنبتعد من هنا، هذه النيران ضخمة جدا. الدخول إلى العمق سيكون أكثر أمانا. هكذا سيرتفع مستوى الراحة لدينا بشكل خيالي. أشعر وكأنني قد تطورت. لقد تحسنت لياقتي البدنية بشكل ملحوظ مرة أخرى. الأخ لين باي، رائحتك كريهة جدا، مقززة. هذا الدواء ينقي العظام ويطرد السموم من الجسم. إنه يغير البنية الجسدية بالكامل. تناولوه بسرعة. لقد أصبحت رائحتي كريهة. أنا أيضا. إنه حقا يغير بنية الجسد. أشعر أن طاقتي البدنية أصبحت ممتازة الآن. اذهبنا للاستحمام أولا. الاستحمام واحدة تلو الأخرى أمر مزعج. دعونا نستحم جميعا معا. يا للروعة، تفكيركن يعجبني جدا. الأخ لين باي، متى ستقوم بتقسيم الغرف لنا؟ سأقسمها بمجرد أن تنخمد النيران. ما الأمر؟ تذكر أن تترك لي غرفة كبيرة. بالليل سأترك لك الباب مفتوحا، فالكلام وحده لا يثبت شيئا. حسنا، سأعطيك بعض الأرباح مقدما. مهلا، أختك ما زالت هنا. المرة القادمة إذن أوف. حسنا.
واو، عشبة الجنسنج هذه دواء سحري حقا. أشعر بنشاط وحيوية لا توصف الآن. لم أتخيل يوما أن هذا العالم مليء بالعجائب هكذا. لقد تأخر الوقت، لنرتاح الآن، وغدا سنرى إن كانت النيران قد انطفأت. ارتفعت اللياقة البدنية للمضيف. تم تسريع وقت التبريد. تم رصد طاقة هائلة حول البوابة. طاقة حرارية مرتفعة تفعيل وضع الشحن السريع. إيه، هل أتخيل ما أسمعه الآن؟ إذا رفع اللياقة البدنية يسرع من وقت تبريد البوابة. الحريق الهائل بالأمس لقد امتصت البوابة طاقته الحرارية. لقد زاد وقت التفعيل. أخي لين باي، لماذا أتيت إلى هنا باكرا هكذا؟ لقد زاد وقت الانتقال عبر البوابة. واو، هكذا يمكننا إنجاز الكثير من الأشياء. لقد زاد الوقت بالفعل. ما هذا الشيء الصغير جدا؟ اللحم، لقد نضج لحمنا أخيرا. يبدو طعمه لذيذا حقا. لا توجد أي غيوم هنا. المطر هنا يعتمد على الكائنات الحية. يا له من نظام بيئي عجيب. لين باي، ما بك؟ هل هناك وحوش في الخارج؟ لا يمكنني القول إنها وحوش. إنها أشبه بالمعجزة. نحن من فعلنا هذا. لقد التهم الحريق الهائل كل شيء، لكنه في المقابل أزال كل المخاطر. وهذا الرماد سيكون أفضل سماد للأرض. مرحبا بكم في موطننا الجديد، مزرعة الأرض المحروقة. لا أدري إن كان الأمر سيشبه ما نقرأه في الروايات، وتظهر لنا جواهر سحرية من بين الرماد أو شيء من هذا القبيل. هل تظنين نفسك في رواية خيالية لزراعة الطاقة؟ واو، كما توقعت تماما، هناك غنائم. أليست هذه طاقة الحياة النقية؟ ابحثوا جيدا في الأرجاء، ربما نجد المزيد منها. لقد وجدت قطعتين. ليس معي سوى قطعة واحدة. حسنا، وجود واحدة يكفي. لو في يوم من الأيام خلصت أسلحتنا فهتكون دي هي أفضل سلاح عندنا. أيوة، خلينا نرجع الأول. درجة حرارة الأرض هنا عالية جدا. المرة دي معايا 10 دقايق أقدر أرجع فيهم. الحجارة دي أكيد هتبقى مواد ممتازة عشان يقدروا يدرسوها هناك. وكمان عشبة الجنسنج دي ممكن نديها للسويي عشان تقوي بيها صحتها. أنا المرة دي هغيب لمدة 10 دقايق. أهم حاجة خلوا بالكم من نفسكم كويس جدا. لازم تكونوا في منتهى الحذر. أخويا لين باي، أرجوك لازم ترجع بسرعة. أنا وأختي بنخاف جدا وإنت مش هنا معانا. اطمنوا، أنا عارف أنا بعمل إيه كويس. إنتي الأخت الكبيرة ولازم تحمي أختك الصغيرة كويس. أنا ماشي دلوقتي. أختي، أنا خايفة شوية. دول مجرد 10 دقايق بس يا حبيبتي. ياو، لازم تكون قوية وشجاعة. هو الراجل ده بيعمل أي نوع من الفن الاستعراضي ده ولا إيه؟ تلاقيه بيقلد ستايل المتشردين عشان يتشهر. إيه مشاهير الإنترنت التافهين دول؟ عاملين فيها ستايل نهاية العالم ولا إيه؟ ممتاز جدا. أنا رجعت الصين أخيرا ودلوقتي مش فاضل غير إني أستنى المسؤولين يجوا ياخدوني. اليومين اللي فاتوا أنا بعت لهم كمية معلومات ضخمة جدا. فعلا دي سرعة الاستجابة الصينية المعهودة. أول ما ظهرت حددوا مكاني فورا. تم تفعيل حجب الإشارة. أخلوا المنطقة فورا من أي أشخاص غير معنيين. افحصوا هويات كل المدنيين الموجودين في المحيط.
وخذوهم للتحقيق فورا. الرفيق لين باي، فرقة العمليات الخاصة التابعة لقيادة شنغهاي العسكرية، تحت أمرك. جيتوا في وقتكم بالضبط. ما عنديش وقت، فاضل معايا 8 دقايق وشوية بس. لازم أتواصل مع القيادة العليا فورا. تم فتح الاتصال مع القيادة العليا ومعهد الأبحاث الأعلى، هم في انتظارك دلوقتي. أهلا بيك يا رفيق لين باي، أنا لي ياو دونغ، مدير معهد الأبحاث الوطني الأعلى. أهلا بيك يا سيادة المدير لي. هقدم لك تقرير سريع عن وضعنا الحالي. إحنا الثلاثة دلوقتي موجودين في بيئة نسبة الأكسجين فيها عالية، كوكب يشبه كوكب الأرض في عصور ما قبل التاريخ بجاذبية منخفضة. يحتوي هذا الكوكب على ديناصورات من عصور ما قبل التاريخ وبعض الأنواع الغامضة. لقد أحضرت بعض الصخور ونبتة الجينسينغ، يمكنك دراستها يا رفيق. علمنا بالوضع وبناء على البيئة التي وصفتها سنقوم بتفعيل الخطة رقم 8 فوراً. هذه الخطة مخصصة لمواجهة الوحوش العملاقة. إنها خطة الدعم خاصة للعوالم المليئة بالكائنات عالية الخطورة. لقد جهزنا أسلحة فردية ثقيلة خارقة للدروع، مصممة خصيصاً للاستخدام في بيئات غنية بالأكسجين وذات جاذبية منخفضة لاصطياد الكائنات الضخمة. سيتم إرسالها إليك خلال 5 دقائق. شكراً لك أيها القائد. شياوبي، هل هذا أنت؟ خالتي سو، أنت هنا أيضاً؟ شياوبي، أنا آسفة جداً، لقد أسأت فهمك يا بني. أرجو أن تعتني بياو ياو والفتيات جيداً وتحميهن. لا تقلقي أبداً يا خالتي، سأحميهن بحياتي. أوه صحيح، لقد أحضرت نبتة الجينسينغ ونصفها مخصص لك. لقد فهمت، احرصوا على سلامتكم جميعاً. سنقوم بإجراء فحص سريع لك الآن. الأعضاء سليمة، لا يوجد أي مرض، لا توجد طفيليات ولا توجد أي طفرات جينية. هذا مريح. يبدو أن لحوم تلك الكائنات آمنة تماما، يمكننا أكلها دون أي قلق. يا إلهي، هذه الهدية الكبيرة من الوطن يجب أن تكون مليئة بالأسلحة الفتاكة. يا إلهي، اهدأ يا صغيري الشقي. هل هذه روح نبتة الجينسينغ؟ كيف يمكن أن تتحرك هكذا؟ هذا كنز ثمين يمكنه تغيير البنية الجسدية للإنسان. نتطلع بشوق إلى ما ستقدمه لنجعل الوطن يحقق المزيد من الإنجازات البحثية. اطمئن يا رفيق، سنعتني بها جيدا، لا تقلق. وأنت أيضا احرص على سلامتك. أراك في المرة القادمة. لقد عدت أخي لين بي. أنا مرهق جدا، هذه الأشياء ثقيلة للغاية. يا أخي لين باي، لقد اشتقت لك حد الموت. يا ياو، انزلي عني أولا ودعيني ألتقط أنفاسي. لم يحدث أي مكروه أثناء غيابي، أليس كذلك؟ لقد جاء بعض الأشرار قبل قليل وكنت أنا أول من سمعهم. لقد اكتشفت هؤلاء الأشرار حتى قبل أختي. هل توجد وحوش هنا أيضا؟ إنهم ليسوا وحوشا، إنهم أناس، أو بالأصح كائنات شبيهة بالبشر. ما هذا؟ إنها طائرة عسكرية متطورة بدون طيار وتعمل بصمت، مزودة بكاميرا حرارية وخاصية الرؤية الليلية. يمكنها التحليق لمسافة 120 كيلومترا وتتميز بخاصية العودة التلقائية. واو، هذا مذهل جدا. إنها أفضل بكثير من كل ألعابي. وما هي تلك الخردة التي تلعبين بها أصلا؟ دعونا نلقي نظرة لنتعرف على شكل جيراننا. لم أكن أعلم أن هذا الجبل الذي نحن عليه ضخم إلى هذا الحد.
هل المنظر جميل؟ ها؟ ليس جميلا على الإطلاق. أنا أقوم باستطلاع وضع العدو. تبا، لقد تم اكتشافنا. طائرتي بدون طيار. هؤلاء الفتيات الوحوش يمتلكن حاسة سمع حادة للغاية، بالفعل حادة جدا، وقوتهن البدنية هائلة أيضا. لقد كانت الطائرة تحلق على ارتفاع عال جدا، ومع ذلك تمكنوا من تحطيمها. همف، لقد دمرت طائرتي. لا بأس، لا تقلقي، لا يزال لدي 4 طائرات أخرى، سأعطيك واحدة لاحقا. في هذه المرة تولي أنت القيادة وارفعيها عاليا، وقومي بتفعيل وضع الاستطلاع الصامت. إنهم يقومون بتدريب الديناصورات. إذن هذا هو المكان الذي تتجمع فيه قبيلتهم. مهلا، هذا الشيء يبدو وكأنه هاتف محمول. إنهم يقومون بالصلاة والعبادة لهاتف محمول. إذن هؤلاء هم جيراننا الجدد. يا سوياو، أعيدي الطائرة أولا. هذا العرق مرعب حقا. يجب علينا أن ندبر خطة للتغلب عليهم. خطبة؟ نخطب من؟ نخطب زوجة. نحن نمتلك الآن الكثير من الأسلحة. هذا هو الضمان الوحيد لسلامتنا. لذا يجب علينا أن نحتفظ بهذه الأسلحة في مكان آمن للغاية. وهذه الأغراض هي بعض المستلزمات اليومية، جل استحمام وأشياء من هذا القبيل. طبعا يمكنكم استخدامها لاحقا عند الاستحمام. ولقد أحضرت هواتف محمولة أيضا. واو! النظام الرسمي حقا يراعي احتياجاتنا لأبعد الحدود. لقد اعتنوا بنا من كافة النواحي بشكل مثالي. توقفوا عن اللعب، لا يزال أمامنا عمل لنقوم به. مصادرة، هامبف. علينا أن نذهب لحرث الأرض الزراعية أولا، وأنتم ما زلتم تلعبون. لقد مر وقت طويل منذ أن لعبنا. صحيح، دعونا نلعب بعد أن ننهي عملنا. اتفقنا؟ أخونا لين باي هو الأفضل دائما. هيا بنا. لماذا هذا التراب قاسي هكذا؟ أخونا لين باي، أنا متعبة جدا. لو كان لدينا جرار زراعي الآن لكان الأمر رائعا. جرار زراعي؟ هيا لنذهب للبحث عن بعض المساعدين. أنتما الاثنان ستساعدانني في حرث هذه الأرض. مفهوم؟ يبدو أنكم عنيدون جدا. سنرى إلى أي مدى سيصل عنادكم. للعمل. أحرثوا لي هذه الأرض وسأعطيكم هذا. يبدو أن الحافز قوي جدا لديكم. دعوهم يكملون عملهم الآن، ونحن سنذهب للبحث عن الكنوز. البحث عن الكنوز. لقد انخفضت درجة حرارة السطح الآن. يمكننا المشي لمسافة أبعد. لنذهب ونرى إن كانت هناك أي أشياء جيدة. لننطلق في مهمة البحث عن الكنوز في الأراضي القاحلة. هل هذا الشيء يؤكل؟ كلوه ولا تخافوا. لقد فحصته في المرة الماضية ولن يسبب أي مشاكل. طعمها لذيذ حقا. ضعوها في الحقيبة، سنضيفها لوجبة العشاء الليلة. دعونا نواصل التقدم. أخيرا وجدتها. هذه هي الأشياء الثمينة بحق. صيد الجينسينغ الحي ليس سهلا، لكن هذا الجينسينغ المجفف سواء نقعناه في المشروب أو غليناه في الشوربة وطبخناه، الطعم في الحالتين هيكون خيال. انت مش خايف ان الفيتامينات دي كلها تقضي عليك؟ انا راضي حتى لو حصل لي كده. اكيد في منى تاني هنا حوالينا، خلينا ندور كمان.
ممتاز، الكمية دي كفاية جدا عشان تغذينا. يا أخ لينا باي، يا بنات تعالوا بسرعة شوفوا ده. دي أسلحة الكائنات اللي عايشة هنا. معقولة تكون دي من صنع حضارة فضائية متطورة؟ ده احتمال وارد جدا. مجرد ما تشوف بنات القبيلة دول وهم بيسجدوا ويعبدوا التليفون تقدر تستنتج بكل سهولة إن كان في حضارات تكنولوجية تانية هنا في المكان ده من زمان قوي. أكيد كان في حضارة متطورة جدا وموجودة هنا. يلين باي، أنت متأكد إن فكرة نجيب الحاجة دي معانا هنا فكرة كويسة؟ أنا بعد شوية هروح مكان قريب من هنا، هحفر حفرة وأخبيها فيها وبكده نكون في السليم. لو ما كناش جبناها معانا كنت هحس إننا ضيعنا الهدف من الاستكشاف ده كله. شكلهم بجد عملوا كل اللي يقدروا عليه. تعبتوا معايا يا وحوش، يعطيكم العافية. هي روحوا انتوا الكهف، ارتاحوا دلوقتي، ولما تحرسونا بالليل أكيد هيكون ليكم مكافأة. مفهوم؟ عظيم جدا، كده ضمنت أتباع مخلصين ليا. يلا بسرعة خلينا نزرع البذور قبل ما الدنيا تظلم. احنا معانا بذور كتير نقدر نزرعها، وبكده أكلنا هيبقى متنوع ومتوفر أكتر بعدين. طب وهنسقيهم إزاي؟ هنا بقى لازم نعتمد على طبيعة المكان ده. يلا أمطري بقى. هي توقعي طلع صح، طول ما في نار هم هيجوا على طول. انت بجد دماغك شغالة وذكي، شكرا على المدح يا ستي. خلينا دلوقتي نركب ألواح الطاقة الشمسية دي عشان بعد كده نلعب في التليفون براحتنا من غير ما نخاف إن الشحن يخلص. ومن اللحظة دي إحنا رسميا بننتقل من عصر القبائل البدائية لعصر الكهرباء والتكنولوجيا، وكمان عصر كهرباء متسلح بأحدث الأسلحة النارية. نظام الدفاع الآلي ده مريح جدا بجد، مجرد ما نركب عليه الأسلحة بيشتغل لوحده. كده بقينا في أمان تام. بالضبط كده، تعالي وريكي بيشتغل إزاي. هذا سلاح نووي صح؟ مين اللي يقدر يوقف بوجه هالقوة؟ الحين الأمان مضمون، ما في أي مشكلة. صار وقت نفكر بشوية راحة ورفاهية بهالشكل، كأننا ما طلعنا من كوكب الأرض أبداً. يلا ننام، ورانا شغل كثير بكرة. أصحوا بسرعة، في أعداء بيهجموا علينا. معقولة خلص الأسبوع بهالسرعة؟ وحوش ما قبل التاريخ بدأت تحاصرنا. إيش هذه الأشياء؟ إيش هالمخلوقات؟ ومعاهم أسلحة كمان. هذه الأنابيب الحديد من بقايا حضارة فضائية ولا إيش؟ إيش قاعدين يصيدوا هدول؟ شكلهم مش ناويين يهاجموا، الوضع مختلف. أخوي لين باي، شوف هناك قاعدين يحاصروا بنات القبيلة هدول. نساعد بنات الوحوش ولا نوقف مع الوحوش البشرية هدول؟ أكيد بنساعد بنات الوحوش. هدوك الوحوش أشكالهم بشعة، باين عليهم أشرار، وأنا بعد أقول نساعد بنات الوحوش. وكمان بيعرفوا يروضوا الديناصورات، بيكونوا حلفاء ممتازين لنا. لو انقضى على بنات الوحوش الدور الجاي بيكون علينا، لازم ننقذهم الحين، وبكذا بيصير عندنا حلفاء أقوياء وحتى نقدر نعتبرهم حماية وضمان لنا. استعدوا انتوا الثنتين، لو صار أي خطر اركضوا للداخل فورا. لحظة، في شيء غلط. إيش هذا؟ المعركة بدأت واشتبكوا تماما. ما عاد ينفعنا فكر، شكله ما في داعي نتدخل. هذه حرب طاحنة بين قبيلتين. غمضوا عيونكم لتشوفوا، المنظر دموي وقاسي جدا. مستحيل، هذا سوار أبعاد سحرية. أبغى هذا السوار. هذا السوار لازم يكون من نصيبي بأي ثمن. لو قدرت أرجع ومعي هالسوار بيصير أقدر أجيب أي شيء يخطر على بالي. طيارات، دبابات، وكل الأسلحة الثقيلة أقدر أنقلها لهنا.
تفهمين لغتي؟ تعرفي؟ تتكلمي؟ أنا هنا عشان أساعدك وننقذ جماعتك. أتذكر أن الطوطم الذي سجدوا له في المرة السابقة كان على شكل هاتف محمول تماما. هل تفهمون ما أقوله؟ أم أنكم ما زلتم لا تفهمون؟ انسوا الأمر، فقط تناولوا هذا الطعام. مستوى ذكائهم متطور جدا وقدرتهم على التعلم مذهلة. بناء على ذلك اتخاذهم كحلفاء لن يكون مشكلة على الإطلاق. تهانينا للمضيف على بدء تأسيس تحالفه. مكافأة النظام، مترجم اللغات الشامل. أيها المبعوث الإلهي، ما خطبك؟ المبعوث الإلهي؟ هل تقصدونني أنا؟ لقد أرشدنا الطوطم لكي نتبع خطاك. كنت فقط أستعرض قليلا ولم أتوقع أن يعتبروني مبعوثا إلهيا. لماذا تفتحون أفواهكم هكذا من الصدمة؟ من الذي يخطط لمهاجمتكم؟ إنه أرتانيس. أرتانيس؟ العداء بين أنصاف الأورك وقبيلة فتيات الوحوش ممتد منذ زمن طويل، وأرتانيس هو زعيمهم. بعد هزيمتهم هذه المرة، من المؤكد أنهم سيشنون هجوما شرسا ولن يستسلموا أبدا. هل يعقل أن تكون هذه هي الأزمة التي حذر منها النظام؟